سمعت يا دكتور ان القهوة بتعمل كرش ولا بترفع الحرق؟ انا احترت، هي بترفع الحرق زي ما انتوا بتقولوا ولا بتعمل الكرش زي ما ناس تاني بتقول؟ سمعت يا دكتور ان القهوة بتعمل كرش ولا بترفع الحرق؟ انا احترت، هي بترفع الحرق زي ما انتوا بتقولوا ولا بتعمل الكرش زي ما ناس تاني بتقول؟ تعالى اقول لك، هي بتعمل الاتنين، بس بيفرق بقى فين؟ في التوقيت. القهوة بتعمل تظبيط للمزاج، فوقان عشان نسبة الكافيين اللي فيها، بس لما باخدها على الريق بلس انها بتعمل حموضة وبتتعب المعدة وبتعمل لي مشاكل كتير على المستوى البعيد في معدتي، فهي بترفع حاجة اسمها هرمون الكورتيزون. اعتقد كلكم سمعتوا عنه وعرفتوا ان هو هرمون التوتر. هرمون الكورتيزون ده من اكثر الحاجات اللي بيسبب تراكم للدهون في منطقة البطن، زي ما بيتفرز مع السهر بيتفرز لما بشرب كافيين او كوبايه قهوه الصبح على الريق. ده غير ان هرمون الكورتيزون على المستوى البعيد بيعمل ارتفاع في مستوى سكر الدم، فبالتبعيه هيجينا مقاومه انسولين، غير انه بيرفع من مستوى ضغط الدم، فبعد فتره هنبدا نتعرض لضغط عالي ومشاكل الضغط العالي. طيب نوقف شرب قهوة خالص؟ لا، اشرب قهوتك بعد 2 ل4 ساعات من صحيانك، والافضل تكون بعد وجبة عشان تتجنب ارتفاع هرمون الكورتيزون بسببها. افضل مشروب يفوق جسمك الصبح ويعلي حرقك هو المية. اول ما تفتح عينيك الصبح اشرب مية افضل من اي كافيين.